بس حبايبي هنعمله حبة سمك شوي كده حلوين وخفاف جدا وتتبيلة خفيفة وهنمشيهم بطريقة حلوة قوي ومش مكلفة يعني. طبعا انا عندي هنا جزراية، وطبعا السمك شوي هو حجم وسط، طبعا هاتي الحجم اللي يعجبك. وانا بشرى جزراية وهريسة شطة وحتة تومة كده حلوة، طبعا مفرزة التوم، احط معاهم كمون وكزبرة وبهارات سمك ومعلقة ملح حلو، هقلبهم كده تقليبة كويسة. طبعا بقى محطناش ولا فلفل ولا حاجات من دي، يعني ايه حاجات برضو بسيطة، احنا بنجيبه من بره بملح وشطة بس يعني. حطيت بقى معاهم معلقة خل وعصرت ليمون، وهسيب التتبيلة دي ايه شوية كده مع نفسها، اللي هي تتبل بكل البهارات اللي انا حطاها، واحط معاهم حبة خضرة محشي. عايزة تحطي كزبرة حطي كده، يعني ايه حبة خضرة شبت وبقدونس، وهسيبهم ايه مع بعضهم شوية. هنا يا حبايبي حبة ردة. طبعا السمك يعني ايه المهم يكون عرقان كده شوية عشان يلزق في الرد. طبعا احنا غسلينه غسلة كويسة، وانا عشان هو يعني وسط انا ما فتحتوش. طبعا عايزة تنضف السمك تنضفه، انا هو حجم وسط فما نضفتوش. هنا طبعا انا كان عندي جريل كده، حطيت فيه حبة زيت وحطيت فيه حبة رد. وبعد كده ايه يا حبيبي عشو السمك طبعا بنشوه تحت الشواية ما بيبقاش حلو، يعني ما بيستواش ومش حلو، لازم طبعا من فوق برضو. هنا بقى عشو السمك مش هياخد منك حاجة، وعملنا تتبيلة حلوة جدا وشوي خف قوي. بس حبايبي يعني بعد فترة كده بقى افضل ايه اقلب في السمك. طبعا السمكية طازة وناشفة وحلوة، اهم حاجة تبقى طازة عشان ما تفرقعش منك. بعد كده حبيبي بقى احطه على الجناب كده، كمل بقية سمكي. بس انا بعد ما طبعا التتبيلة سبتها شوية حطيت عليها حبة مية، وبعد كده احط فيها ايه السمك بتاعي. طبعا السمكية استوت قوي ولونها جميل زي بقى كأنه جايبينه من بره بالظبط. بس يا حبايبي ايه رأيكم؟ طبعا ما خدش معانا وقت خالص والتتبيلة خفيفة جدا. حطينا توم جزراية شوية بهارات. بس الشكل طبعا تحفة والريحة كانت جميلة جدا، مع شوية بقى بطاطس سلطة مع حبة سلطة. أكلة سهلة وبسيطة وطبعا مش مكلفة، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.